عاملين ايه؟ الدنيا حر النهارده قوي، فقلنا ناكل ايه؟ ناكل رنجة، ارخص من اللحمة وارخص من الفراخ. يا حلاوتك يا رنجة. هو حر قوي 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 قوي، طلعنا لقينا الدنيا نار وما معناش فلوس كتيرة، فقلنا نعمل ايه؟ قلنا نجيب رنجة النهارده وناكل رنجة. الرنجة يا جماعة، بمناسبة ان احنا قلنا هناكل اكل صحي وهنعيش حياة صحية، الرنجة دي مفيدة جدا جدا ورخيصة مش غالية. احنا هنتكلم على رنجة فهنبص نلاقيها ايه؟ عليت اقل من كيلو الفراخ واقل من كيلو اللحمة. كلها اوميجا 3 للي عندهم امراض في الغدة، مفيدة جدا ومفيدة جدا الضغط الواطي. مش لازم يعني ايه نحطها على النار فتزيد ملوحة، لا، ما نحطهاش على النار فتزيد ملوحة معانا. ممكن ننضفها كويس كده وناكلها زي ما هي كده، بس هننضف طبعا الشوك وننضف الحاجات اللي فيها. مفيدة جدا للأطفال، زيها زي السمك المدخن. الناس اللي عارفة السلمون اللي هو السموك سلمون، مفيدة جدا جدا للدايت. اولا اكل صحي، هتديكي طاقة، هتخليكي تعرفي تاخدي طاقة كده وتعرفي تتحركي، ما يبقاش عندك هزلان اللي هو ان انت مانعه نفسك والحرمان بتاع قله الاكل ده. لا، لو كلتي رنجايه مع شويه سلطه، بصلايه على طماطمايه على خيارايه من غير زيت، نحط عليهم شويه كمون، نحط عليهم شويه ليمون، نحط عليهم نقطتين ملح كده، يعني ما نخليهاش مالحه قوي. نحط عليهم شوية خل. نحط عليهم شوية خل. الرنجة تعتبر هتديكي طاقة، مش هتديكي فات كتير لو انتي كلتيها من غير عيش وكمان من غير بيبسي. لو قطعتيها مكعبات وحطيتيها مع شوية سلطة ايه صوص، سلطة طحينة او طحينة فريش عادي من غير سلطة ولا حاجة، سلطة طحينة كده، وقطعتها كيوبس كده وقطعتها مكعبات وحطيتها في علبة في التلاجة، وانا رايحة وانا جاية اخد معلقة هتديني طاقة وهتخليني شبعانة، مش هحس بالجوع واحس ان انا بعك ومش حارمة نفسي من حاجة. لو جبت 2 زي دول كده مش هيعملوا معايا 60 جنيه، او اقل كمان، اقل ممكن كتير، ممكن يعني اخرها مش هيكلفوا 50 جنيه، ممكن اخر الواحدة ممكن يعمل 30 جنيه بالكتير قوي. يعني هيبقى في السعر كمان قليل معانا، لان انا عندي ياسين هو اللي بيشتري الحاجه، فياسين بيتكلم في نقطه الاسعار. سلم عليهم انهم ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الرنجايتين دول دي اللي هياكلهم هيقول لنا لا دي مش صحية وكده. لا، بص، الرنجة انت على حسب انت هتاكلها ازاي هتبقى صحية. لو هتاكلها ببيبسي وهتحط عليها ليمون وخل ومش عارفة ايه وكده، انت مش هتبقى وعيش صحية بقى، عيش يا لو انت كده انت كده بوظت الدايت وكل حاجة. امسك لك رغيفين 3 نص رغيف، لا شيل العيش خالص، كلها حاف كده واستمتع بطعم الرنجة. احنا لسه هننضفها وهنجهزها وناكلها. اكتبوا لنا في التعليقات بتحبوا الرنجة ولا لا. احلى حاجة في الدنيا ان انت تعيش وتاكل كل اللي نفسك فيه، وما تمنعش نفسك. على فكرة الدنيا قصيرة وعيشها وعيش حياتك كأنها لا، الدنيا آخر حلوة يوم. وطويلة ان شاء الله، مش قصيرة. الدنيا حلوة وجميلة ان شاء الله. في مقولة بتقولك عيش لدنيتك كأن آخرتك بكرة. اعمل لدنيتك كما تعمل لآخرتك. الله أكبر عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الرنجة مع الخضار، عاملين بطاطس محمرة لمريومة، عندنا شوية مكرونة لمريومة. يا رب لو الفيديو عجبكم، اعملوا لنا لايك واشتركوا عندنا في القناة، وألف هنا وصحة على كل اللي هيمشي
معانا في القناة. ان شاء الله هيبقى الف وهنا وصحة عليه، وهيعيش حياة صحية معانا، وهناكل اكل حلو مع بعض، وكل نفيد بعضينا. وان احنا شاء الله بنرغي ونتكلم مع بعض ونفضفض مع بعض، يعني احنا ولا عاملين هناكل ايه ولا هنشرب ايه ولا مجهزين ولا عاملين، احنا بنتكلم بكل تلقائية، وبنتكلم معاكم كأنكم عيلتنا التانية وصحابنا وحبايبنا اللي احنا مش شايفينهم، بس هم شايفيننا وهيتابعونا من ورا الشاشة، وهيكتبوا لنا نعمل ايه ونسوي ايه، الاكل عجبكم، المعلومات اللي احنا قلناها في اول الفيديو حلوة ولا لا. اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وعلى وتشتركوا فكرة في يا القناة. جماعة، الكلام اللي احنا بنقوله ده مش اي كلام وخلاص، احنا بجد الكلام دوت من جوانا، وان شاء الله نوصل للمليون وتبقوا معانا، وكل لحظة حلوة بنعدي ان شاء بيها الله تكون بسببكم. يا رب. احنا عندنا حلم وان شاء الله هنحققه، ان شاء الله هنجيب ربح من اليوتيوب ان شاء الله. احنا اخترنا اليوتيوب، يعني احنا ولا بنعمل على تيك توك ولا بنعمل على فيسبوك ولا بنعمل على اي حاجة، اخترنا اليوتيوب لان الناس اللي على اليوتيوب شريحة كبيرة جدا وشريحة محترمة، واليوتيوب بيحب كل اللي بيتابعه وكل اللي بيشتغل عليه وبيدعمه، واحنا بنتمنى ان انتوا تدعمونا. طولنا عليكم في الرغي، بس احنا القناة بتاعتنا اسمها حكاوي وقهوة، يعني احنا نقعد نتكلم معاكم في كل اللي نفسكم فيه. باي باي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.